السلام عليكم اخواتاتي، مرحبا بكم مجددا في قناتكم لك سيداتي الفاتي الجعفري. دائما عودتكم على الجديد، واليوم جبت لكم الجديد، شوربه خفيفه ظريفه غادا تعجبكم ان شاء الله. سيرتو مع الناس اللي كتصلي التراويح، يعني خفيفه ما كتثقلش. اللي غنحتاجو لها البنات مقياس 4 الخيزوات الجزرات، سكينجبير وشويه الملحه، شويه الكركم، شويه الابزار، غير شويه راس المعلقه، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، وشويه قزبر ومعدنوس. كروفيت كما كتشوفوا قياس تقريبا 100 غرام اولا 80 غرام، يعني اللي موجود عندك. كنقيه وكنغسلوه وكان ناخذ القشور ديالو، هو كنحطو القشور ديالو ما كنرميهمش كما كتشوفوا. خيزوها هو مقشر ومنقيه، كنسلقوه كنديرو في واحد الكوكوط، ودوك القشور اللي قلت لكم ما كنرميهمش كناخذهم كنديرهم في واحد الكاسرونه، كنغليهم شويه، كناخذ الماء ديالهم وكنصفيه على خيزو كما كتشوفوا. انا غنشرح لكم كلشي البنات بالتدقيق. هاد الشوربه راه كتجي زوينه، كتجي غزاله ولذيذه، ما تشبعوش منها، وكتعطيكم حتى الطاقه خلال رمضان، وكتجي خفيفه كما كتشوفوا. دوك القشور ديال الكروفيت او الكامبا انا صفيتهم، يعني كيعطيو داك المذاق، كيجي جميل ورائع. عرفتي راه المذاق، الريحه ديالو راه المذاق زوين، والريحه ديال الكروفيت راه كما كتعرفوا راه كتجي زوينه. كنردوها تسلق، ومن بعد كنطحنوها وكنصفيوها. الا كاين شي شوائب ولا شي حاجه كنحيدوها، الا بقات شي حاجه تخزو غليظ كنحيدوه. الجميل في الامر ان هاد الشوربه هادي راه كتجي يعني رطبه وصافيه، ما كتجيش ما فيها حتى شي حاجه. كما كتشوفوا انا صفيتها في الصفايه، ها هي كما كتشوفوها، كما كتشوفوا البنات صفيتها. ودابا كنزيد عليها مقياس ديال 4 الكيسان ديال الماء، وكنزيد عليها الكروفيت كما كتشوفوا، ها هو كنزيد الكركم والسكينجبير، كنزيد المليحه وديك الطريقه ديال البزار. غير شويه البنات، راه البزار كيبان دغيا، ما تحروهاش باش تجيكم زوينه. ومعلقه صغيره ديال الطماطم المركزه، يعني مطيشه الحك، ها هي كيف كتشوفوا. وقزبر ومعدنوس كنزيد القياس، يعني القياس اللي كتبغيو نتوما كتفضلوا. بغيتو بزاف انا درت القياس ديال 2 معالق كبار عامرين ديال القزبر ومعدنوس. وكنخلطوا كلشي كما كتشوفوا، ها هما كنخلطوا كلشي يعني باش تنسجم لينا العناصر. هنا البنات عاد غادا نزيد الماء، حتى خلطت كلشي عاد زدت الماء. بغيتو تزيدوا الماء في الاول كتزيدوه. كنزيد 4 الكيسان، انا زدت 4 الكيسان من هذا، يعني لحساب الناس اللي عندكم. يعني كنتو 3 الاشخاص، 4 او 5 الاشخاص، يعني باش تجيكم شويه كثيره، ما تجيكمش يعني قليله، فهمتي. دابا غناخذوا المايزينا، يعني 3 المعالق كبار د المايزينا، ها هما. واللي ما عندوش مايزينا يمكن له يعوضها بالدقيق، يعني الفورس. كنخلطهم بالماء بارد وكنشعل عليه، خليها حتى كتغلى الشوربه. ملي كتغلى عاد كنخوي عليها مايزينا وصافي، وكنبدا نحركها. كنبقى مستمره في التحريك وهي كطيب حتى كطيب معنا، يعني كتقال شي شويه، كتشوفوها بدات كتقال. ديك الساعات ملي كتبدا تقال صافي كنحيدوها. صافي البنات راه ساهله ولذيذه وبسيطه، يعني ما تضربوش معاها تماره، وكتوجد بسرعه. تقريبا ساعه الا ربع المكانه كتكون الشوربه ديالك وجدات. يعني المايزينا دغيا كطيب راكم عارفين. ولا ما كانش المايزينا كما قلت لكم يمكن لكم ديروا شويه الفورس. الشوربه ديالنا ها هي طابت كما كتشوفوا، راه ما كتجيش ثقيله، كتجي خفيفه، يعني ما كتجيش ثقيله بزاف، كتجي شويه وصافي خفيفه، وكتجي لذيذه ومقويه يعني، وبسيطه، مقادير بسيطه موجوده في كل بيت. الشوربه ديالنا البنات ها هي وجدات. كنخويوها في الزليفات وكنقدموها مع شي حاجه حلوه، انا شخصيا كنفضلها مع شي حاجه حلوه. ها هي البنات ما تشبعوش منها. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، كنتمنى الشوربه ديالي تجربوها وتعجبكم وتردوا عليا في كومونتير. شكرا بزاف البنات على المشاهده، كنتمنى
نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ما تنساونيش من لايك البنات باش تشجعوني باش نزيد لقدام ونشارك معكم كل ما هو جديد ان شاء الله ومفيد واللي غادي يعجبكم ان شاء الله. شكرا.